طلعت قالت إنها ما كانتش محبوسة، دي كانت في مركز تأهيل، وإنها اتعلمت كتير في رحلتها اللي فاتت، ومفيش ساعات ورجعوا قبضوا عليها واترحلت على السجن. يا ترى إيه اللي حصل لسما المصري؟ وليه رجعت السجن تاني بعد ما خلصت عقوبتها؟ تعالوا نقول لكم إيه الحكاية. سما المصري كان أول ظهور رسمي ليها بعد براءتها امبارح من خلال برنامج تلفزيوني، وكشفت فيه مفاجآت كتير، منها إنها ما كانتش في السجن أصلا، دي كانت في مركز تأهيل. وقالت أنا ما كنتش في السجن، أنا كنت في مركز تأهيل وإصلاح، وكانت تجربة قاسية عليا جدا لأن فترة العقوبة طويلة، وأنا مش زعلانة. أنا بعتبر إن ده صلح فيا حاجات كتير ووراني ناس على حقيقتهم، عرفت مين بحبني ومين كان بيعرفني علشاني، واللي وقفوا جنبي فاكراهم واللي اتخلوا عني برضه فاكراهم. كنت شاكة في ناس معينة من اللي كنت أعرفهم إن لو وقعت في ضيقة مش هيقفوا جنبي، واتأكدت بعد كده وكملت كلامها. ناس ما كنتش متوقعة الحقيقة خالص إنهم يسيبوني في ضيقتي، وناس قليلة جدا اللي وقفوا جنبي، وكانت شايفاها تجربة اتعلمت منها كتير، وفسرت للناس إزاي هي خارجة بوزن زايد وملامحها زي ما هي، لأنها قالت إنها جوه كانت عايشة حياة طبيعية، اتعلمت منها كتير، لكنها كانت تجربة صعبة مش عايزاها تتكرر تاني. سما المصري فرحتها ما كملتش، وبعد أسبوعين من خروجها من السجن رجعت قبض عليها تاني، وده لأنه بعد خروجها براءة المحكمة استأنفت على الحكم وغلظت العقوبة لسنتين كمان وغرامة 100,000 جنيه، وده اللي رجعها للسجن من تاني. في كتير من الجمهور أول ما سمع الخبر اتعاطف معاها، وقال إنه كان باين عليها إنها اتغيرت، وإنهم المفروض يدوها فرصة تانية إنها تغير من نفسها، خاصة إن العقوبة اتغلظت رغم إنها قضت منها سنة، والتغيير ده ظهر عليها وهي رايحة تنتخب في الانتخابات الرئاسية. وناس تانية بقى شايفة إن سما المصري أخدت الجزاء اللي تستحقه، خاصة إن كل فيديوهاتها كانت بتحرض على الفسق والفجور، وما كانش المفروض من الأساس إنها تخرج قبل ما تقضي ال3 سنين علشان يتم تأهيلها أكتر، ولما تخرج ما تكررش غلطاتها تاني. تفتكروا فعلا سما المصري اتعلمت من تجربتها اللي فاتت ولا لأ؟ وهل ممكن لما تقضي عقوبتها تخرج من السجن تكرر غلطاتها من تاني؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات.